مساء الخير والسعادة والحب والجمال عليكم حبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بأسعد صحة وأحسن حال. النهاردة بإذن الله الوصفة بتاعتنا سهلة بسيطة وكمان مش مكلفة. بإذن الله هنعمل حلو سريع مش هياخد معاكي أكتر من نص ساعة، وفي نفس الوقت بنجيبه من بره بالشيء الفلاني، وطريقته أبسط ما يكون. ممكن ميدفعش فيه الرقم الكبير اللي بنجيبه من بره ده. فبإذن الله الوصفة هتبقى سهلة معاكم. هنعمل النهاردة إن شاء الله جاتوه ميلفيه. ان شاء الله هيبقى بسيط جدا في طريقته وكمان في تقطيعه. باذن الله الوصفه تعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك ليها، ولو لسه اول مره تتفرجوا على القناه بتاعتي طبعا اتمنى انها تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان يوصلوك الاشعارات الجديده، الفيديوهات اللي انا بنزلها. وتعالوا بينا نبدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنجيب الملفيه بتاعنا، بيبقى 3 طبقات بيتباعوا بالشكل دون في طبق فل، او ساعات بيبقوا موجودين في علبة مغلفة. المهم لو انت هتجيبيه في علبة مغلفة بيبقى مسطح بنفس الشكل ده بالظبط. ولو مش هتجيبيه في علبة مغلفة خلي بالك ان لو موجود في طبق فل زي ده لازم يكونوا مسطحين، يعني ما تجيبيش الملفيه اللي تحسي ان هو منفوخ يا جماعة. المنفوخ دون ابعديه شوية عشان يطلع معاك التقطيع بتاعه مظبوط، ويطلع مش منفوخ في التقديم، او يطلع شكله حلو كمان في التقديم. بجيب الثلاث طبقات بتوعي وبفردهم على صاج او على اي حاجه، وهبدا اجيب نص كوبايه من الميه، وهبدا احط عليها معلقتين من السكر، وهبدا اسقي بيها الطبقات بتاعه الملفيه دي عشان نخلي الملفيه بتاعنا يبقى طري يا جماعه، ما يبقاش ناشف. المهم نص كوبايه الميه دي هنوزعهم على الثلاث طبقات بتوع الملفيه بالظبط. هنا طبعا الصاج عندي ما خدش الثلاث طبقات، فحطيت طبقتين، والطبقه الثالثه خليتها زي ما هي في نفس الطبق اللي انا جايباه بيه، لان انا اللي هعمل عليه الشغل كله مش هنبهدل ولا هنوسخ مواعين ولا اي حاجه خالص، كله هيبقى في قلب الطبق بتاعنا. برضو الطبقه الثالثه اهي انا حطيت عليها برضو من الميه ام سكر. ابتديت اجيب معلقه من المربى، اي مربى موجوده عندك، بتحبي مربى فراوله مربى مش اي نوع فراوله، باخد معلقه واحده بس وبدهن الطبقه الاولانيه بالشكل ده. انا ما حبيتش طبعا ان انا ازود كميه المربى هنا، لان احنا عندنا هنا في البيت بيني وبينكم ما بنحبش الحاجه المسكره قوي، فبنحب الحاجه الحلويات بتاعتنا تبقى هاديه، يعني بحيث ان انت تاكلي قطعه 2 3 10 ما فيش اي مشكله خالص. فبنحب الحلويات بتاعتنا هاديه. انت لو حابه تكتري كميه المربى فيها ما فيش اي مشكله خالص، ممكن بدل ما تحطي معلقه واحده بس على كل طبقه ممكن تحطي معلقتين 3 براحتك، ما فيش مشكله. هنا مش هستخدم يا جماعه بس الكريم. المره دي هغير معاكم، انا كنت عاملاها معاكم قبل كده، كنت عاملاها معاكم مستخدمه فيها الباستر كريم. المره دي هستخدم كريم شانتيه بس، وهحط عليه برضو بعض المكونات تعززه شويه. استخدمت كريم شانتيه وحطيت عليه معلقتين من النوتيلا بعد ما ضربته كويس. طب الكريم شانتيه ده عملناه ازاي؟ طبعا عملناه كتير مع بعض. كنت بحط كل مع كوبايه من الكريم شانتيه بحط عليها كوبايه من اللبن، او كوبايه من الميه، او ميكس من الميه واللبن، مفيهاش اي مشكله خالص. وابتديت احط عليها معلقتين من النوتيلا وضربتهم كويس جدا مع بعد، وحطيت معاهم معلقتين كبار من الكاكاو، فطلعوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والنوتيلا طبعا هتدي تعزيز للطعم بتاع الملفيه بتاعنا. ابتديت بقى ادهنها على السطح كده بتاع اول طبقه، وهاخد الطبقه التانية عملت فيها نفس اللي عملته في الطبقه الاولانيه، ان انا حطيت عليها زي ما انتوا شفتوا في الاول اللي هي شويه من الميه المسكر. والميه المسكر طبعا يا جماعه خلي بالكم هي مش هتشربها في البدايه على طول، يعني على الاقل بتسيبيها 10 دقائق على ما بتشرب الميه المسكر دي. تمام، يعني بتسيبيها 10 دقايق بعد ما تحطي ميه مسكر. عملت نفس اللي عملته في الطبقه الاولانيه عملته في الطبقه الثانيه، برضه حطيت كميه من كريمه الشوكولاته عليها. لو انت حابه تستخدمي كريمه بيضه، حابه تستخدمي صوص شوكولاته تحطيه في النص كمان، تكتري يعني الحاجه تبقى مسكره معاكي اكتر، وبتحبي الحاجه مسكره مفيهاش اي مشكله. حابه تحطي مكسرات في النص مفيش مشكله، احنا بندي افكار وانت بتعملي الحاجه اللي بتريحك يعني، او الحاجه اللي بتقدري تدفعيها او تكلفتها بتبقى كويسه معاكي. هبدا بقى اجيب صوص الشوكولاته، صوص شوكليت، سواء انت عاملاه في البيت او جايباه جاهز مفيش اي مشكله خالص. هنا احنا عاملين صوص شوكليت اللي هو اللي متعارف عليه واسهل حاجه خالص، وفي نفس الوقت بالنسبه لي انا جربت انواع كتير من الصوص شوكليت، اكتر حاجه بتعجبني اللي هي الشوكولاته المسيحه في لبن، طعمها بيبقى رائع بصراحه، احلى حاجه بيعجبني طعمها بصراحه. فين شوكولاته مسيحه في لبن على حمام مائي، وابتديت اسيحها بالشكل دون على الايه، على الملفيه بتاعنا. خلي بالكم انا هنا ما بعملش كميات كبيره من شوكولاته وارمي بقيتها وكلام من ده. انا بحب اعمل حاجه على الكميه، الحاجه اللي انا هستخدمها بالظبط، بحيث ان انا ما تبقاش حاجه. ممكن تحطي طبعا لو حاجه فاضت منك ممكن تحطيها في الفريزر مفيش مشكله، بس طبعا الفريزر برضو حتى لو كنت مهتمه او مغطيه العلب او برضه بيدي الى حد ما نكهه ولو بسيطه للحاجه، بتغير طعمها شويه. فانا بصراحه بحب استخدم الحاجه تبقى على قد الحاجه اللي انا مستخدماها بالظبط، بحيث ان ما يفوتش منها اي حاجه، او لو فاض منها حاجات تبقى حاجات بسيطه ممكن الاولاد ياكلوها في ساعتها.
فابتديت احط الشوكولاته، ما رضيتش طبعا احط بكميات كبيره علشان كمان ان انا ما اغرقش الجوانب بتاعتها وابوظ كمان شكلها وبهدل الطبق اللي انا احط فيه. انا كده ما استخدمش معين خالص، انا مستخدمه الطبق اللي هو الفل بتاع الميفين نفسه اللي جايباه فيه. تمام. حطيت بقى الشوكولاته بالشكل دون، وابتديت اسيح شوكولاته بيضه في معلقه صغننه خالص كده من الزيت، وهعمل بيها خطوط بسيطه كده خالص، وشويه شوكولاته صغننين خالص يدوب برضو على قد الاستخدام. عملت الخطوط البسيطه دي خالص، وهبدأ بقى ايه اعمل زي خط رايح وخط جاي كده بسلاكة بقى او عصاية شيش طاووق اللي موجودة عندك. ما عندكيش عود كبريت يا جماعة بظهره كده، وامشي بنفس الشكل كده عشان ناخد نفس الشكل اللي بره اللي بنجيب بيه الجاتو بتاعنا. وابتديت بقى اروح واجي كده بالشكل ده لغاية ما اداني الشكل الجميل ده. هنا بس كان في حتة حاسة انها الخطوط متباعدة فيها شوية، فابتديت ارجع لها تاني اعمل فيها بس زي خط بسيط. تمام كده. التورتايه بتاعتنا او الجاتو بتاعنا ما خدش معانا وقت. انت ممكن تقدميها زي تورتايه كده بسيطه، وممكن تعمليها زي جاتو قطع جاتو، وهنقطعها بطريقه سهله وبسيطه خالص، مش هتاخد معاكي اي وقت. ده الشكل النهائي بتاعها زي ما انتم شايفين. ممكن اسيبها زي ما هي كده، وممكن اقطعها قطع زي قطع الجاتو. طب احنا عايزين نقطعها قطع زي قطع الجاتو بالظبط. هبدا اجيب سكينه واحطها في ميه سخنه وانشفها كويس، وابدا اقطع الاربع جوانب بتاعتها. طب لازم نحطها في الفريزر زي ما بنعمل في الجاتوهات؟ لا يا جماعه، لان دي طبيعتها بتبقى ناشفه شويه عن الجاتو العادي. فاقطع الاربع جوانب لو انت حابه ان انت تعمليها قطع جاتو. لو مش حابه تعمليها قطع جاتو، حابه تقدميها زي تورتايه بسيطه، ممكن تقدميها برضو بنفس الشكل بالظبط. ده كده يا جماعة الشكل النهائي بتاعها. طبعا لما تيجي تقطعيها قطع من الجاتو، كل مرة تيجي تقطعي قطعة يا جماعة لازم بنغسل السكينة بتاعتنا بالمية السخنة، وبعد كده نقطع بيها زي ما معتادين مع الجاتو بالظبط. هو الفرق بينهم بس ان انتي مش هتحطيها في الفريزر. هو ده الفرق بينهم في التقطيع. تقطيعها بسيطة خالص، وبيطلع شكل الجاتو الجاهز اهو بالظبط. وتكلفته بسيطة خالص، يعني ممكن تمن قطعتين 3 تعملي بيهم التورتايه كامله، او تعملي بيهم قطع جاتوه كتير زي ما انتوا شايفين كده بنفس تمن قطعتين او 3. وفي نفس الوقت ما خدتش معانا وقت خالص، لان طبعا العجينه بتاعتها جايبينها جاهزه. كده حبايبي الفيديو بتاعنا يكون انتهى. اتمنى طبعا الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. وما تنسوش بقى اللايك ليها. والسلام عليكم ورحمه الله. سمعت اغنيه ايه؟ جامده.